حصل معاك قبل كده إنك كنت قاعد لا بيك ولا عليك وبعدين جات لك فكرة مرة واحدة بتقولك إن كل الناس بتكرهك وبعدين رحت أنت مصدق الفكرة دي على طول؟ الغريب قوي إن معظم الأفكار دي أصلا تخمين من عقلك مش الحقيقة. أنا دكتورة نهى، اشتغلت طبيبة نفسية مقيمة في العباسية، والنهاردة عاوزة أتكلم في موضوع مهم جدا جدا جدا، ولكن رغم أهميته مش شايفة إن في ناس كتير عندها وعي بيه أو بتتكلم عنه، فحبيت إن أنا أتكلم عنه في الفيديو ده على قد ما أقدر. الموضوع المهم قوي ده هو إن الأفكار مش هي الحقائق، أو إن في فرق بين الفكرة والحقيقة. مخنا بيعمل حاجة حلوة قوي، إن هو بيعمل حاجة اسمها automatic thoughts، أو إن هو بيعمل أفكار أوتوماتيكية، يعني بيطلع أفكار كده كأنه آلة بتطلع أفكار ورا بعضها، والأفكار دي مش حقايق ومش لازم حتى تكون دقيقة. عارف لما تبقى مشغل راديو وفي محطة شغالة وفي كلام عمال يتقال، الراديو ده هو عقلك، بس انت مش لازم تسمع الراديو أصلا، يعني هو ممكن يبقى شغال جنبك بس انت بتفكر أو بتعمل حاجة تانية. نفس الكلام، عقلك طول النهار شغال، طول النهار في صوت تفكير شغال جوه عقلك، والصوت ده ملهوش علاقة بالواقع قوي. خلينا أقول بس إن إحنا طبيعتنا كبشر إن إحنا بنحب نفكر كتير ونخمن ونقول رأينا ونبص ونكومنت على ده وعلى ده، وحتى نكومنت على نفسنا. تعالى نتعلم كام طريقة كده نقدر بيها إن إحنا نتحدى الأفكار اللي بتجيلنا في النص دي، واللي ممكن تنكد علينا عيشتنا وممكن تسبب إن إحنا ندخل في قلق أو في اكتئاب. أول حاجة عاوزاك تعملها إن أنت لما تجيلك فكرة من النوع ده، كل الناس بتكرهك، أو مثلا الفكرة بتقولك إن أنت أوحش واحد في الدنيا، أو إن أنت فاشل، أو إن أنت هتسقط في الامتحان، أي فكرة من دول، عاوزاك تسأل نفسك سؤال: ايه الدليل ان الفكرة دي حقيقية؟ ليه بسأل نفسي ايه الدليل؟ بالظبط زي ما اكون بعمل اي تجربة علمية، او اما اكون مثلا بعمل بحث معين، فدايما اي حاجة قبل ما بوثقها، قبل ما بكتبها، لازم اتأكد ان في دليل عليها. وده نوع من التفكير المنطقي ونوع من التفكير النقدي اللي احنا هنحاول نتبناه ناحية الافكار دي. وعلشان كده اول حاجة اسأل نفسك ايه الدليل ان الفكرة دي حقيقية. تاني سؤال، وهو سؤال بسيط جدا جدا ولكن هيفرق معاك، انك تسأل نفسك بمنتهى البساطة: هل الفكرة دي 100% حقيقية؟ واغلب الافكار السلبية اللي بتجيلنا ما بتكونش 100% حقيقية، واصلا ما فيش حقائق كاملة 100% في الكوكب اللي احنا عايشين فيه ده. فغالبا هتعرف ان الفكرة مش حقيقية بالكامل، او هتقدر تلاقي الحتة اللي مش صح في الفكرة دي لما تسأل نفسك السؤال ده. في حاجة برضو ممكن تعملها كويسة قوي في السؤال الأولاني، لما قلنا إن إحنا هنسأل نفسنا إيه الدليل إن الفكرة دي حقيقية، ممكن برضو تسأل نفسك بنفس الطريقة إيه الدليل إن الفكرة دي مش حقيقية، وممكن تلاقي أدلة كتير ناحية إن الفكرة دي أصلا غلط. تالت حاجة عاوزاك تعملها، عاوزاك تفكر لو جالك واحد صاحبك وبتحبه وبتدعمه، وحد أنت أصلا يعني حد أنت حابب إن أنت تقدم له الدعم، وقال لك فكرة زي دي، ايه الرد اللي انت هترده عليه؟ فكرة ان انت تفكر في اجابة السؤال ده، او تعرف ايه الرد اللي انت هتقوله له. حاجة بسيطة جدا، ان احنا عايزين ننشط جوه عقلنا طريقة نقدر بيها نحس بالرحمة ناحية نفسنا. وعلشان احنا لما بنركز على نفسنا ممكن نركز اكتر على الانتقاد، خاصة لو احنا متعودين على ده، لو دي بقت عادة بالنسبة لنا، عادة ذهنية ان احنا ننتقد في نفسنا. فانا عاوزاك تركز على حد بتحبه، لان انت هتعرف تنقل نفسك من التفكير بتاع الانتقاد للتفكير بتاع الرحمة، وتشوف لو حد بتحبه جاي بيقولك أنا أوحش واحد في الدنيا هتقول له إيه. يلا بينا نجرب نطبق اللي احنا اتعلمناه ده على أي فكرة. لو أنا قاعدة كده وبعدين فجأة جت فكرة بتقولي انتي فاشلة جدا ومحققتيش اللي انتي كان نفسك تحققيه دلوقتي، ممكن اخد الفكرة دي واسأل نفسي هل الفكرة دي حقيقية 100%؟ لما افكر شويه هلاقي ان الفكره دي مش حقيقيه 100%، لان في حاجات انا شاطره فيها وفي حاجات انا مش شاطره فيها، فيبقى احنا كده عملنا تشيك على اول سؤال: الفكره دي مش حقيقيه 100%. تاني حاجه، ايه الدليل ان انا فاشله للدرجه اللي الفكره بتقولها لي؟ ممكن يكون في شويه حاجات غلط عملتها، ممكن اكون قلت كلمه ضايقت حد مثلا، او في حد متضايق مني، ممكن اكون ما عملتش كل الحاجات اللي انا طالباها من نفسي. بس لما باجي ابص ايه الدليل اللي انا فاشله وايه الدليل ان انا مش فاشله، بلاقي أدلة أكتر إن أنا مش شخص فاشل، لأن أنا نجحت في حاجات كتير قوي قبل كده وأقدر أقولها لنفسي، بس مش هقولها لكم طبعا في الفيديو عشان مطولش وقت الفيديو قوي.
قوي. بالنسبة لكم انتوا اي فكرة برضو ممكن تفكروا فيها ناحية ايه الحاجات الأدلة اللي حاصلة في حياتنا ان احنا ناجحين او ان احنا فاشلين، لو جات لك فكرة زي دي. بالنسبة للحاجة التالتة، ان لو انا جه حد انا بحبه قوي زي ماما، زي واحدة صاحبتي، وقالت لي انا فاشلة جدا، هقول لها ايه؟ اول حاجة اقولها لها: ازاي بتقولي كده؟ ازاي انت مش شايفة قد ايه انت انسانة عظيمة وناجحة وليكي نجاحات كتيرة جدا؟ فطبعا هقدر اشوف بسهولة قوي النجاحات بتاعتها. هل انا اقدر اقول ده لنفسي؟ لو قدرت اوصل للمرحلة دي ابقى وصلت لمرحلة الرحمة بالذات، اللي هي مثبتة في الدراسات ان ليها تأثير عظيم جدا ناحية الاكتئاب والقلق. هقول لنفسي نفس الكلام، ان هو انت ازاي مش شايفة النجاحات بتاعتك رغم ان في ناس كتير قوي شايفينها؟ عاوزاكم انتوا بقى تقولوا لي في الكومنتات ايه الافكار السلبيه الكبيره اللي موجوده جوه عقلكم او اللي بتجيلكم، وممكن نتناقش فيها سوا ونشوف هل هي حقيقيه ولا لا. عاوزة أفكركم إن الأفكار اللي بتحصل جوه عقلنا وإحنا قاعدين مش بتمثل الحقائق، ومش بتعبر عنك حتى بالكامل، مش بتقول الحقيقة بتاعتك إيه في الدنيا. اتعلم إن أنت تتحدى الأفكار دي وهتقدر تغير حياتك حرفيا. أنا دكتورة نهى، الهدف الأساسي من الفيديوهات دي هو التوعية بالصحة النفسية. هدفي إني أنشر بعض الحاجات اللي أنا شايفة إن هي مش مشهورة قوي بس بتفرق قوي في الصحة النفسية. ما تنساش تتابعني، وطبعا هكون مبسوطة قوي بأي دعم أو تشجيع، أو إن انتوا تقولوا رأيكم وتخلوني أعمل فيديوهات أحسن في المواضيع اللي انتوا حابينها. شكرا.